باي. المهم كمال رحلوه صاحبي، راكم عارفين كمال المهوي رحلوه رسميا الترحيل ديالو. هذا بنادم اللي كان يسب في المغرب ويسب جاي داخل فورسي، جاي مبقى يصرح لك عند الباب ديال فندق عادي بغا يردنا بحال كوتيفوار، ويرد المغرب بحال الكاميرون، ويرد المغرب بحال اي دوله. ايوا تعرضنا معك على الواجب وزدت سبيت المغرب وسبيت. انت مين ساب المغرب وساب لقجع وساب كلشي؟ علاش جاي؟ شكون اللي دخل مع ذاك الوفد؟ دخل مع ذاك الوفد. هيا تعال درنا معك الواجب، هيا تركب في الطياره روح لتونس ولي لاش عادي. اليوم راه دخلت عادي باش مره اخرى تعلموا، مره اخرى درس باش بنادم يتعلم. ممكن تسب ضرب تسب لانه انت اصلا. هذا التصرف الغبي لهذا المراسل اللي هو مراسل النهار، هذا كمال المهوي، اللي انا بصراحه دخت. هذا الديناصور شداه المغرب، يا رب يظل يسب فيهم ويظل يشتم فيهم ويقول كلام قبيح عليهم بعد كيروح. هذا استفزاز. وزايد حتى داخل المغرب ينقل يقول باللي الفريق المغربي يقيم في فندق، يعني يا ربي الماريوت 5 نجوم. عليه هذا الرياء، علاش هذا الكذب، وعلاش هذا الخداع، وعلاش هذا الشتاء باش ترضي جماعة الزريبة تقول انه الفندق مش مليح. هذا يسموه الماريوت مش مغربي. قلت لك هذا الشخص عطاو له لاكارت IPS وهو ماشي صحفي، هو يوتيوبر. شكون يطول مصطفى؟ هذا لازم يكون صحفي شاتوك. لا اي جوستومون داروا له كارت IPS، عطاو له اون ميسيون باش يكسر الفريق الوطني. انا اليوم عندي الشجاعه ما نتكلمش على التقنيه، باش غدوه ما يقولوليش مصطفى كانت عندك معلومات خطيره تمس الامن الوطني، تمس الفريق الوطني وسكت. داروا له لاكارت، عطاو له كارت بلونش باش يحطم الفريق الوطني، ودار هذيك المهمه القذره. اليوم يا سبحان الله راهو في المغرب وعنده لاكريديتاسيون. منين جاب لاكريديتاسيون ما على بالناش، عنده لاكريديتاسيون. دار واحد ان بوست طري غراف. دايور بابات بولبينا ندد بشده. واش دار حكيم خويا باش تشوف لك هذا النيه تاعو خبيثه؟ لازم هذا يطرد من المغرب والجزائر تجيبوه باش يتحاسب ويدخل الحبس. واش دار حكيم؟ إلا بيبلي ان بوست بلا فوتو تاع بولبينا بالهدف. قال لك بولبينا صحابو راقدين في الفندق وهو او يتكلم بالتليفون. شوف هذا اللي غطى الصوره في الفندق بالرباط ما يمثلنيش. هذا النقش. انا جزائري وجاي ضيف، تحترم روحك واحترم الناس اللي جايه تزور بلدك. ماشي تروح ضيف عند الناس وتقول لهم مالحه، ماشي تروح ضيف عند الناس ودير لهم الريدو على الملك ديالهم. هما قابلينه ملك، واش فراك؟ كي تغطي حتى الملك رايحين يوليو يكرهوه. تحشموش تبادلوا بنا. هذا جورناليست تاع الامارات خاوتي واسمه الكعبي. ما هذا يا لاعبي الجزائر؟ لقد سافرت جميع المنتخبات الإفريقية إلى المغرب باللباس التقليدي الخاص بها، أما أنتم فهل لا تمتلكون لباسا تقليديا تفتخرون به؟ السي سعدي عطاو له الأوامر الفوقية، دخلت له تحتيا وقالوا له عندك دير السوريطاج في المغرب. قول للجماعة تاعك تاع الوفد تاعك تاع البلوطة واحد ما يهز حبة دقلة وواحد ما يشرب كاس البن وما تضحكوش معاهم. هل هذه تربية تاع جزائري؟ كي يحطكم البيس هنايا اللي يجيبكم من الايروبور لازمكم تحطوا فلاري تاع كازابور باش تروحوا لاكار. هاي لاكار باش تحكموا التران وتروحوا للرباط وين راح تلعب الجزائر. هاي ندخلوا كيف باش نحكموا القطار ان شاء الله. هذه هي لاكار. شوفوا معايا الحال شحال شباب. جيت من فرنسا البرد والشتاء حقت هنايا لقيت الحال شباب فرانا في الربيع. هذه هي لاكار. راحوا نشريو التذاكر هنايا ونتكلوا على ربي. هاو تجي هنايا دير
لاكو باش تشري تذكرة تاع القطار، واقيلا 45 درهم. 45 درهم هي 4,50€. الخاوة اللي عنده ليسباس يشري هنايا، واللي حاب يشري بلاكارت فيزا هام الماشينات هادو تشري ديريكتومون هنايا بلاكارت فيزا تاعك ويمدوا لك التيكي. اون فوا مدوا لك التيكي وتروح تدخل منها ديريكتومون للسكه باش تطلع في التران. الخاوه كيما شفتوني شريت التيكي تاع التران. ملاحظه صغيره، سقسيت هنايا قالوا لي بلي كاين البوراق تي جي في، اللي حاب يروح في تي جي في لازم يحبس في لاكار تاع كازا فواياجور، والسعر حوالي 60 درهم. وهنايا اذا حبيت تروح بالتران كيما هذا سامبولي 45 درهم من كازا بور. فوالا هذا هو. وبالنسبه لمده الرحله واقيلا هكذاك ساعه، حوالي ساعه ان شاء الله. ها هو راح نطلعوه هنا. والوصول الرسمي لمدينة الرباط عاصمة المغرب، وين راح تلعب الجزائر كأس إفريقيا. الله غير عييت. المهم الخاوة يعطيكم الصحة على مشاهدة الفيديو. غدوة إن شاء الله، اليوم نروح نريح، غدوة إن شاء الله نديكم تحوسوا في عاصمة المغرب الرباط. وإذا ما راكش مابوني أبوني هكذا باش تتبع كواليس كأس إفريقيا. سلام.